الذي ما فعل. أنا مش عاوز أتكلم كتير في هذا الموضوع. أنا هكلمك عشان الوقت جري مننا. يعني هكلمك في نقطة وبعدها كده يعني سريعة. أنا دايما بقول الراجل جايز بحث أو ده تقديري عن سلامه الذاتي، لكن في أوقات التحديات التاريخية ما ينفعش. أنا أعتقد أن قراره أي ما كان رأينا في مضمونه، إنما من المؤكد أنه أتى في الوقت الخطأ. وأنا مؤمن أما حد فينا ينحاز ويحدد موقعه ومعسكره، احنا انحازنا كلنا بما في ذلك البرادعي للشعب المصري وحقه في الثوره. تدفع الثمن بقى مهما ما ينفعش في لحظه القتال جندي يفر من المعركه. لا يصلح. بس انا ارجو ان هذا الموضوع لا ياخذ جهدا رهاتا لسببين. الاول ان في ناس مهما كانت مواقفكم منهم البرادعي لا يجوز ولا ينبغي ان احنا نفتح عليهم اتهامات التخوين والعماله، لان هذا غير مقبول وغير صادق وغير حقيقي. انا معاك. لكن هذا موقف خاطئ ولا بد من أن يكون واضح أن مثل هذا الموقف خطأ يدان صاحبه عليه. اتنين وهو الأهم، هذه الثورة مش واقفة على حد. مفيش شخص هيقدر يكسر هذه الثورة مهما كان مواقفه، لأن اللي قاد الثورة دي ما كانش شخص. صحيح. اللي قادها هو الشعب، وهو الباقي، وهو القائد، وهو المعلم. ومادام ربنا موجود وشعبنا موجود، فاركنوا قضايا الافراد والاشخاص. بس انت على اتصال وعلى علاقه وثيقه بالبرادعي. كنت تتوقع ان يحدث ذلك؟ لا، لم اكن اتوقع. وانا حذرته من ان يفعل ذلك لعلمي بانه ايه المناسبه؟ لعلمي بانه هو ربما يتعرض لمواقف. وقلت له كلمته قلت له يا دكتور لازم يكون الامر واضح، احنا في تحدي واحنا اخترنا شعبنا وثورتنا ودولتنا الوطنيه. ارجوك لا تجعل اي خلاف حوالين اي شيء مهما كان. وكان يشكو لك من المزيد. ما كانش بيشكو، انا كنت بقول حدسي او توقعي. ارجوك فاكد لي ان هو لا يمكن ان يفكر في الانسحاب او الاستقاله. ثم فاجأني ده قبلها بقد ايه؟ باسبوع. ثم فاجأني وفاجأ الجميع وخد قراره الفردي. نسأل الله ان الكل يبحثوا عن سلامهم الذاتي، لكن نسأل الله اكتر ان كله يؤدي واجبه ولا يهرب من مسؤوليته. وقت القتال لا يسمح احد لنفسه بانه ينسحب من معركه هي معركه مصيريه لشعبنا ولثورتنا ولدولتنا الوطنيه. تمام.